اهلا بيكم في قناتي. هوريكم النهارده طريقه العدس بكده. ده ربع كيلو عدس منقوع ومغسول. تمام، اهم حاجه ننقيه كويس وبعدين بننقعه في الميه، بصفيه من اللون الابيض اللي بيبقى طالع عليه. بحط عليه قطع من الطماطم وبصلايه صغيره بقطعها شرايح، وبضيف له طبعا ميه واسيبه يغلي على النار. اهم حاجه ننقعه ما يقلش عن 6 ساعات، لان الحبايه بتاعته يبقى ناشفه عشان يستوي معانا بسرعه. هنا لما بدأ يغلي نحركه كل فتره كده عشان بس ما يشدش معانا. بحضر هنا توم بفرمه كويس وبضيف له كمون وشويه شطه. اهم حاجه الكمون في العدس بجبه بيديله طعم مختلف تماما. اول ما يقرب لمرحله السوا دي بضيف الثوم وبحركه بنقلبه ونسيبه يكمل السوا بتاعه. وبضيف له هنا كوبايه من عصير الطماطم، بتخلي اللون بتاعه وردي شويه بدل ما بيكون لونه اسود. وهنا عشان الطماطم متعمل لناش العدس يعمل لنا حموضه بضيف ربع معلقه صغيره جدا من السكر، مش بتبان خالص في الطعم بس بتفرق ان هي ما بتعملناش اي حموضه او حرقان. وهنا بنضيف الملح اخر حاجه قبل ما يستوي. برضو هنقلبه ونهدي النار خالص معانا ونسيبه يستوي براحته. الحبايه بدأت تنفش كده وشربة ميه. ده الطماطم هو اللي بيعمل اللون ده. بجيب معايا هرسة السيليكون وببدأ اهرس في العدس بتاعي كويس او بالهاند بلندر. هنا بيكون تشرب الميه بتاعته شويه كده والحبايه بدأت تدوب معايا وبتبقى سهله في الهرس بتاعها. هنا لو لقيت فيه كام حبايه سميكه كده بهرسه برجع اهرسه تاني لغايه ما يبقى بالشكل ده. وبيكون الثوم استوى جواه مبقاش ليه اي ريحه، مبقاش ني ولا اي حاجه. لما خلاص قرب على السوا بضيف معلقه كبيره خالص من السمنه البلدي. السمنه البلدي بتبقى احلى بكتير من الزبده وبيبقى طعمها مختلف جدا. السمنه البلدي والكمون بيدوا طعم مميز خالص للعدس بجد. بدوبها كويس خالص لغايه ما تستوي، قصدي تدوب في العدس وتبقى كمان جاهزه على ان هي تتقدم. خلاص اتجابت كده وبقت ريحتها حلوه خالص والريحه واضحه وجميله جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم خالص. دابت خلاص وهنا بقى كله كده مستوي معايا، مبقاش فيه ولا حبايه ناشفه. كده تمام خالص. هنبدأ كده دلوقتي ان احنا نضيفه ونقدمه في طبق. نقدر نقدم معاه البطاطس المحمرة او الفلفل المقلي او البصل. وفي فيديو هنزله لكم الناس اللي بتحب تاكل البصل وبتتضايق من الريحه بتاعته تعمل فيه ايه. يا رب تكون عجبكم. شكرا ليكم.